بيبدأ فيلمنا مع واحدة اسمها بنارة واللي بيبقى فرحها على واحد لسه عارفاه من كام يوم بس، وفي نفس الوقت اللي هي بتبقى قاعدة تاكل فيه جاتوه بيبقى جونجالي خطيبها القديم قاعد بيندم على العشرة الغالية علشان تتجوز وتسيبه، وبيفضل بقى يعيط مع نفسه لحد ما صاحب الحانة بيزهق منه وبيقول له يا عم قوم روح لها والتاكس على حسابي ما تاكلش دماغنا بقى، مش انت اللي ضيعتها من ايدك يا ابني؟ فبيقول له ايوه عندك حق، انا لازم اقوم اخطفها من الفرح دلوقتي حالا، ولسه بيقوم يجري على الباب بس المفاجأة انه بيلاقيها واقفة قدامه، فبيقع على الارض وقتها من الخضه لانه كان فاكرها عفريت، بس لما بيستوعب بيقول لها انا كنت لسه رايح اخطفك والله، فبتقول له طب اطلع بقى حاسب التاكسي اللي جابنا عشان مستني بره، فبيطلع يحاسبه وبيرجع يقعد على الارض وبيترجاها تسامحه لحد ما بتقول له خلاص سامحتك بس المره الجايه ما تتاخرش تاني يوم بقى على طول. بيروح يقابل امها يطلب ايدها بس بيبقى متوتر جدا وكان خايف من اي حركه غدر تحصل، فبيروح يقعد قدامها زي الحمل الوديع لحد ما يخلص الحوار ده على خير ويروح. واول بقى ما بتشوف وشه بتقول له انت بقى اللي خليت البنت تهرب من فرحها وتعرينا وسط الناس، خد يا نير مشروب عشان تنسى، المهم يعني خلينا ندخل في الموضوع، انت شغال ايه؟ فبيقول لها انا بذاكر علشان ادخل اختبار المحاماه، فبتقول له عاطل يعني، طب عندك شقه ولا برضه بتستعد؟ عموما خد الفلوس دي اشتري بقى شقه في نفس مكان شقتك كانك انت يعني اللي جايبها، بس ده مش معناه اني هعتبرك زوج بنت، انا هعتبرك من هنا ورايح ابني. قول لي يا ماما، الواد ساعتها كان متلخبط وما كانش فاهم منين بيودي على فين، وايه الكلام اللي مش لاقي على شكلها ده اساسا، بس بياخدها على قد عقلها وخلاص. بعد بقى ما القعده الحلوه دي بتخلص بتقول له استعد بقى لمقابله الجنرال هونج ابو نارا اللي بنشوفه دلوقتي وهو مصمم يقتل جونج علشان شكله ما كانش جاي معاه، وبيجري يجيب البندقيه بتاعته عشان يخلص عليه، لكن يعني في النهايه نارا بتحوش عنه بالعافيه. المهم بعد كام يوم بيعملوا لهم حفله زواج على الضيق كده، لان طبعا اللي فاتت باظت والمعازيم مش هيجوا لهم تاني، هما بس كام واحد من قرايبهم اللي بيمشوا بيهم اليوم. الجده بقى ساعتها ما كانتش فاهمه حاجه وبتقعد تسال هي ازاي البنت دي هتتجوز تاني، فبتقول لها ام نار انها ما اتجوزتش اولانها اصلا، ده السكن دلوك يا حاج الله يسترك، اقعدي ثابته شويه. يعدي سنه على الكام يوم الملخبطين دول وبنشوف عصفورين الكناريا وهم مش طايقين بعض، وبيبقى كل واحد منهم عاوز يقتل التاني كل صبح قبل ما يطلعوا على الشغل. المهم بنعرف ان نارا منتجه افلام كبيره ومشهوره وجونج اخيرا شغال في مكتب محاماه، وعامه لما بيرجعوا للبيت بتقعد نارا تاكل مع نفسها وبتسيب جوزها ياكل مع نفسه. المهم دلوقتي بنشوف عصافير الكناريا في محكمة الأسرة عشان كل واحد يقول أسبابه، والمحكمة تطلقهم. بتبدأ نارا بالكلام وبتقول لهم بصراحة بقى كده بياكل أكل أنا ما بحبوش، ده غير إن عنده القولون ومبهدل الدنيا طول الوقت، فبيقولها معلش أصل أنا غلبان مش غني زيك، ده غير إن عاطل أنت نسيتي ولا إيه؟ فاكرة لما طلبت منك $100 سلف عشان فرح أخت صاحبي وقلت لي أنت بتستلف كأنك شغال وأنت أصلا عاطل؟ ومن ساعتها بيمسك الاسطوانة دي وكل ما تسأله عاوز فلوس يقول لها هعمل بيها ايه انا عاطل ما بصرفش. طب ما اخدتش تاكسي ليه في الجو التلج ده؟ بيقول لها اصل انا عاطل ومش لازم اضيع الفلوس على التاكسيات. طب يا عم الحاج الله يهديك هنجيب ايه لامك في عيد ميلادها؟ يقول لها وانا مالي، انت اللي بتشتغل يبقى انت اللي تكرري، انما انا عاطل. فبتقوله طب وانت نسيت لما امك كانت كل لما تشوف وشي تقول لي انت مش عارفه تعملي حاجه عشان انت مولوده غنيه وفي بوقك معلقه دهب، اجي اغسل لك الاطباق تقول لي انت بتهدري في الصابون، طبعا ما انت مولوده غنيه ومش حاسه بحاجه، ده شويه الصابون دول يغسلوا اطباق الحي كل لمده سنه كامله. وبعدين سيبك من كل ده بقى، فاكر لما خنتني ولا كنت فاكر ان نايمه على وداني؟ اول بقى ما بتعرف القاضيه بالموضوع ده بتقول له كده يبقى الافضليه ليها في النفقه وتقسيم الممتلكات، فبيقول لهم لا الحكايه لسه ما خلصتش، وبعدين البنت اللي بتتكلم عليها دي كانت زميلتي في الشغل، انما بقى في الحياه هي اللي خانتني مع مخرج زميلها بس انا ما كنتش عاوز اتكلم. طبعا ساعتها كل واحد بيفضل يقول فضايح التاني لحد ما المحكمه بتزهق منهم، وهو بيقولوا لهم انتوا اكلتوا دماغنا، على العموم قدامكم شهر تتصالحوا يا اما تيجوا توثقوا الطلاق رسمي. بيطلع بعد كده الاتنين وهم مش طايقين بعض وكل واحد فيهم كان عاوز هو اللي ياخد العربيه لانهم كانوا جايبينها شركاء، بس جونج بيخطف منها المفتاح وبيطلع يجري على العربيه، فبتضطر انها تركب معاه وبيفضلوا طول الطريق يتخانقوا لحد ما بيعملوا حادثه وبيتدغدغوا هما الاتنين. اول بقى ما بيفوقوا الاتنين في المستشفى بيلاقوا نفسهم فاقدين الذاكره ومحدش اساسا كان فاكر اهله حتى، بس عامه بيقعد الدكتور يشرح لهم الحاله وان يعني ممكن يكون في شويه اعراض جانبيه كده، فبتقول ام جونج يعني ابني بقى عنده تخلف عقل كده خلاص، فبيحاول يقرب لهم الموضوع باسهل اسلوب وبيقول لهم يعني زي ما بيحصل في المسلسلات كده فاهمين؟ فبتقول له الست فهمت، يعني لو هبته بحاجه تقيله على دماغه هترجع له الذاكره، طب ما الموضوع سهل اهو. وبيخلوا الواد يعني قاعد في الجنينه وبيفضلوا يحدفوه بالطوب لحد ما واحده بترشق في دماغه بيغمى عليه، فبيجروا بيه على الاوضه التاني، بس لما بيفوق بقى بيكتشف ان اللي جنبه في الاوضه دي مراته اللي بتتخض ساعتها.
ساعتها، وبتقول للممرضة يعني انا متجوزة القرف ده بجد. المهم يعني لما بيقعد جونج يقلب في التليفون بيلاقي تذكير بيوم 15 في الشهر، فبيسألها ساعتها تفتكر اليوم ده في ايه، فبتقول له اي حاجة يا عم مش هتفرق، يمكن عيد جوازنا ولا حاجة. وقتها اخت نارا بتدخل وبتقول لهم لا ده ميعاد طلاقكم يا عسل، انتوا هتطلعوا يوم 15 على ان المهلة اللي كانت المحكمة مديها لكم للصلح هتخلص في اليوم ده. في نفس الوقت ده بتكون الامهات قاعدة مع الدكتور اللي بيقول لهم ان حالتهم استقرت خلاص ويقدروا كمان يخرجوا في اي وقت، بس بيقترح عليهم يسيبوهم يعيشوا مع بعض لان ده هيسهل ان الذاكرة ترجع لهم اسرع. بس هم ما بيبقوش موافقين على الكلام ده لانهم ممكن يحبوا بعض تاني ويرجعوا من تاني، وهم مش عاوزين كده اساسا. بس في الاخر بيوصلوا انهم يسيبوهم مع بعض عشان ده الاحسن، لكن هيبعتوا نامية تعيش معاهم عشان تمنعهم يحبوا بعض لحد ما كل واحد فيهم يستعيد ذاكرته، وبعد كده يبقوا يتطلقوا. اول بقى ما بيرجعوا البيت بيلاقوه عبارة عن بيت زواحف مش بيت بني ادمين. بس المهم يعني ان الام بتوصي نامية تاخد بالها كويس وتفضل قاعده لهم كده على طول عشان ما ترنهاش علقة. المهم بعد ما بتمشي بتحكم عليهم نامية انهم ينظفوا البيت كله دلوقتي حالا، لان ده مش منظر بيت الحقيقة. بيعملوا كده وبعد ما بيخلصوا بيرجع كأنه جديد، وبيقعدوا بقى عشان يتغدوا. لما بتلاقوهم هيتكلموا مع بعض وبتقول لهم لا احنا ما اتفقناش على كده، انتم في الحياة مش بتطيقوا بعض اصلا، وكل واحد فيكم بيتف في وش التاني كل يوم الصبح، مش عاوزين نخيب دلوقتي. المهم بالليل بيفضلوا راميين جونج على الكنبة بره، واللي يعني لو قام يروح الحمام حتى بيلاقي نامي واقفه له وبتقول له انت رايح فين يا نجم، احنا مش هنقعد بقى ولا ايه، والله لا اجيب لك جردل فاضي وتبقى تصرف في نفسك عشان ما تتحركش من مكانك كل شويه. المهم بعد كام يوم بيعملوا لهم مؤتمر كده وبيعزموا فيه كل اللي كانوا قريبين منهم عشان يحكوا عن ذكريات خاصه بيهم، والذاكره ترجع لهم بقى ونخلص. فعلا بيجي اصحاب الاتنين في المدرسه وفي الشغل وبيفضلوا يحكوا لهم ذكريات مؤثره جدا، بس الكلام ده كله كان بدون فايده ومحدش بيفتكر حاجه برضه. لما بقى بيتعب جونج من القعده بيقوم يدخل الحمام، لكن هناك بيقابل واحد بيقول له انه كان بيخدم معاه في الجيش زمان، وهو اللي عرفه على نارا دي في البارا لما كانوا قطه مغمضه، وبيحكي له ان اصحابه كانوا بيجبروه يروح معاهم هناك، فكان بياخد كتب ونضارته ويروح يذاكر. فبيصعب عليه وقتها لما بيلاقي اصحابه كلهم معاهم بنات وهو لا، فبيروح يجيب له نارا ويحطها جنبه وبيقول له المشاريب عليا النهارده. نارا بقى ساعتها كانت سكرانه جدا وبتفضل تقول له صب يا باشا صب، فبيديها الكاس وهو بيضحك بطريقه غريبه جدا وبيبقى شكله شرير كده، فبتخاف منه وبتقوم تجري. بيرجع بقى الوحيد يلم كتبه وكراريسه علشان يروح ينام بدري ويلحق الامتحان، بس في الطريق بيلاقي نارا بتتخنق فبيروح ينقذها بسرعه وبيطلع بيها على المستشفى جري. بس بدل ما تقعد تعجب بيها هو بتعجب بدكتور الطوارئ في المستشفى اللي بتروح له بعد كده وبترتبط بيه كام شهر، بس هو بعدها بيخزوقها وبتفضل بقى من بعدها تعمل تصرفات غريبه جدا. بس هو بيروح ينقذها للمره الثانيه وبياخدها معاه في العربيه هو واصحابه، لكن من كتر ما هو خجول ما بيقدرش يقول لها اي حاجه في وشها، فبيكتب لها على كرة البيسبول انه عاوزها تروح معاه المباراه اللي جايه. بس هي بتقول له يا عم انت محبكها كده ليه، قول لي رقمك على طول وانا هتصل بيك. المهم بنرجع بقى للوقت الحالي وبنشوفهم وهم راكبين العربيه مع اهلهم، وكانوا رايحين جلسه تنويم مغناطيسي يمكن يفتكروا بعدها فعلا. لما بيوصلوا هناك بتفضل الست اللي ملهاش مسمى دي بتشتغل عليهم، وبتبدا ساعتها بجونج اللي بتقول له انت عملت حادثه بالعربيه وفقدت الذاكره، بس انا متخلف برضه عشان مراتي بتكرهني بصفتي زوجها. فبتساله بتكرهك ازاي يعني وامتى اول مره حسيت بالشعور ده، فبيقول لها انه حس بكده في اليوم اللي كان رايح فيه امتحان ترخيص المحاماه، وصحي من النوم لقى المطبخ بيولع والهانم كانت نايمه مش حاسه بحاجه لانها كانت سكرانه قبلها. فبتروح لنار علشان تعرف وجهه نظرها في الموضوع ده ايه، فبتقول لها انه صعب عليها وهو عمال يذاكر طول الليل، فراحت علشان تعمل له شوربه خفيفه لان عنده متلازمه القولون العصبي، لكن بعدها راحت عليها نومه والحاله اتحرقت. بعد بقى ما بيفوقوا بتقول لهم الدكتوره انهم النهارده استعادوا جزء من ذاكرتهم ولازم يصارحوا بعض دلوقتي باللي حسوا بيه. فبيبدا جونج الكلام وبيقول لها انا اسف يا انسه نارا ما كنتش اعرف والله انك كنت عاوزه تاكليني. فبتقول له يا عم حصل خير مش مشكله، المهم نروح من التذنيبه دي. في الوقت ده ام نارا بتقول له ام جونج انهم ممكن يوصلوا للطلاق، وده بفضلها لانها هي صاحبه فكره التنويم المغناطيسي. فبتقول لها ولما هم على وفاق هيطلقوا ليه، على عموم ما تقلقيش انا متاكده انهم هيكرهوا بعض تاني اول ما الذاكره ترجع لهم بعد الحدث ده على طول. الدكتور بينصح الاهل انهم يخلوا كل واحد يرجع شغل لان ده اكتر مكان فيه احداث والذاكره هترجع لهم بسرعه. فعلا بيروح جونج وهو مش فاكر اي حاجه ولا اي حد، فبيقعد عامل النظافه يهبد عليه على اساس ان هو المدير. ولما بيجي المدير الحقيقي بيقول له انت اكيد نسيت كل القوانين ومش هينفع تشتغل، يا ريت تستقل لحد ما تستعيد ذاكرتك وبقى ارجع تاني بعدها.
لها. المهم بيرجعوا تاني للدكتور اللي بينصح انهم لازم يقربوا من بعض اكتر ويتكلموا كتير عشان يقدروا يفتكروا، بس طبعا الكلام ده ضد التعليمات اللي عند نامي وبتمنعهم حتى من الكلام مع بعض، فبيتفقوا من وراه انهم هيخرجوا مع بعض من غير ما هي تعرف. المهم تاني يوم بتلبس نارا احسن فستان عندها وتخرج، فبتسالها نامي هو انت رايحه تاخدي الاوسكار ولا ايه اللي انت عاملاه ده؟ فبتقول لها مالكيش دعوه انت وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بشويه بيخرج جونج ببدله ما لبسهاش في فرحه، فبتقول له انت رايح فين انت كمان؟ فبيقول لها هنزل الزباله واجي على طول عشان اختك ما تتخانقش معايا لما ترجع وتلاقيها، انما موضوع البدله ده لبستها عشان الجيران يشوفوني وانا شياكه. المهم بيتقابلوا الاثنين تحت وبيروحوا على استاد البيسبول على اساس يفتكروا اي حاجه، فبتقول له وقتها نارا ان في حاجات كتير جدا يبقى احسن للانسان لو فضل ناسيها. المهم ان الحارس بيجي يقول لهم انتوا بايتين هنا ولا ايه؟ عندنا عيال عاوزين نروح لها، فبياخدوا نفسهم بالادب كده وبيروحوا على مطعم يكملوا قعدتهم هناك. ولما بيخلصوا وبيخرجوا كانت الدنيا بتمطر وشمسيه نارا بتطير، فبيروح جونج مديها الشمسيه بتاعته، وساعتها بقى بتفتكر ذكرى من الماضي بنفس الطريقه دي بالظبط، فبتتخض وبتنزل على وشه بالقلم. لكن لما بتستوعب اللي عملوه ده بتقول له رد لي القلم علشان نبقى خلصانين، بس هو بيقول لها هو انت مجنونه ولا ايه؟ المهم بيطلعوا على البار يكملوا السهره هناك للصبح مع اصحابهم، وكانت نامي في الوقت ده قاعده في البيت مستنياهم يرجعوا او يجي لها خبرهم يعني اي حاجه. اول بقى ما الباب بيفتح بتروح تتخانق مع جونج وبتقول له انت مشيت ورا عربيه الزباله تزمر يعني لحد المقلب ولا ايه؟ بس بتتفاجئ بواحد غريب دخل البيت تعالوا ابتسامه الهمل، وكمان بيقول لها ازيك يا نامي، فبتدي كل واحد فيهم قلم كده وبتقول لجونج ايه الكائنات اللي انت جايبها البيت دي؟ وبعدين وديت اختي فين؟ فبيقول لها ما اعرفش انت هتلبسني مصيبه ولا ايه؟ انا كنت سهران مع اصحابي وما اعرفش عنها حاجه، هي مش هنا. وسبحان الله يا محسن الصدف في نفس الوقت بتدخل نارا باصحابها برضه، وبيدخلوا بقى يقعدوا مع اللي قاعدين، وكان باين عليهم منسجمين جدا كانهم يعرفوا بعض من زمان. على العموم في يوم من الايام بيبقى جونج ماشي في امان الله، لكن فجاه بيدوس على كوره كده فبيقع على نافوخه، وساعتها بيجيله تخلف اكتر ما هو متخلف، وبيفضلوا يقنعوه يروح المستشفى، لكنه بيقول لهم مستشفى ايه؟ ما انا زي الفل اهو، خد يا نامي انت تعبانه معانا من بدري وانا قررت اكافئك، خد الفيزا اهو اشتري كل اللي انت عاوزاه وما تقلقيش انا زي الفل زي ما انت شايفه كده. وهي حرفيا ما كانتش شايفه حاجه لانه مديها ظهره وبيتكلم مع الحيطه. بيفضل بقى على الحال ده شويه كده لحد ما بيغمى عليه وبياخدوه المستشفى في الاخر. اول بقى ما بيفوق بيرجع البيت بتقرر ام نارا تخلص القصه الحزينه دي، وبتقول له يا ابني انت هتقعد هنا عشان مالكش مكان تاني تقعد فيه، وانا هاخد معايا بنت لحد ما الطلاق يتم. لكن لما بتلاقي بنتها معترضه بتقول لها انا امك ولو ما سمعتيش كلامي هقطعك للابد، وبتجبرها انها تمشي معاها. وفي الطريق بتعرفها ان كل حاجه جاهزه عشان تطلع تدرس بره زي ما كانوا مخططين قبل الحادث، وقالت لها يا ريت ترمي الماضي كله ورا ظهرها وتركز بس في المستقبل لو عاوزه تبقى كويسه. لكن بالليل بيبقى جونج راجع من بره بيلاقي نارا قاعده مستنياه في الشارع، فبيسالها ساعتها رجعت تاني ليه؟ نسيتي حاجه وجايه تاخديها؟ فبتقول له انت استعدت ذاكرتك صح، انا حاسه بكل حاجه وشايفه في عينك كره كبير ليا، عموما انا مبسوطه انك بقيت كويس. المهم تاني يوم بيروحوا المحكمه عشان ياخدوا الحكم بالطلاق، ويبقى وقتها جونج مبسوط جدا على عكسها، بس لما بيرجع للبيت بيلاقيها هادي بيحس بالغربه ويفضل يفتكر ذكرياته الحلوه مع نارا. بالصدفه وقتها بيلاقي كره بيسبول كان مكتوب عليها اتمنى اننا نفضل ناسيين الماضي للابد، فبيعرف ان هي اللي كتبتها، وبيعرف ان اتاخر للمره الثانيه يوم الصبح بيبقى قاعد يلم حاجاته بمساعده اصحابه عشان يمشي من البيت. بس فجاه بيلاقي ام نارا جايه تقول له انت لسه هنا بتعمل ايه؟ عموما انت لازم تمشي بسرعه لان طياره بنتي الساعه 8:30 وانا جاي اقول لك بصفه صاحبه البيت ما تنساش تمشي قبل 8:15 وانجز كده عشان مفيش وقت. المهم بعد ما بتمشي بيقعد يتعشى مع اصحابه، وكان زعلان جدا ان مراته ضاعت خلاص، بس الولد الصامت ده بينطق اخيرا وبيقول طول ما انت ما وثقتش الطلاق في المحكمه يبقى لسه قدامك 3 شهور عشان تتراجع. ساعتها بياخد ديله في اسنانه وبيطلع يجري على المطار هو واصحابه، بس وقتها بتكون نار عدت البوابات خلاص، بس بينادي عليها من بعيد عشان تقف، وبيجري لحد ما بيوصل لها، وبعد ما بياخد نفسه بيقول لها احنا اتفرجنا على فيلم بنفس الاحداث دي قبل كده، عموما انا اسف وعاوزك تسامحيني لان طول الوقت ببقى متاخر عن الميعاد المطلوب. وبيفضل يرص كلام كتير كده بيبقى محضره زي موضوع التعبير، بس الحقيقه يعني ان كل الناس بتتاثر ما عدا هي لانها كانت لابسه السماعات وما سمعتش ولا كلمه من اللي قالها، فبيتصدم وقتها لما بتشيل السماعه لانه اساسا كان حافظ الكلمتين دول بالعافيه. وساعتها بيسالها عيد تاني يعني ولا اعمل ايه دلوقتي؟ فبتقول له لا يا عم الحاج لا تعيد ولا تزيد انا مش عاوز صداع، عموما انا مبسوطه ان شفتك بتبتسم مره تانيه، يلا باي بقى علشان ميعاد الطياره. فبيطلع من المطار وهو حزين جدا لانه خلاص كده كل حاجه انتهت، بس فجاه بيلاقيها واقفه وراه وبتنادي عليه عشان تقول له انها نسيت تبلغ عن الطلاق، وبعدين مش عادل يعني انه يطلب الطلاق عشان الذكريات الوحشه طغت على الحلوه لانه استعاد ذاكرته وهي مش فاكره غير الذكريات الحلوه وبس، فعشان كده هي قررت انها تستنى لحد ما تستعاد ذاكرتها او لحد ما مهله التبليغ تخلص اللي هي 3 شهور من الاخر كده، يعني مش عاوزه تتطلق بس الستات لازم تتكلم كتير. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.